جاكي شان أيقونة كبيرة جدا بالنسبة لجيلي والجيل اللي أكبر مني كمان. أنا فاكر وأنا صغير إخواتي وولاد عمي كانوا لازما كل أسبوع يأجروا شريط فيديو لفيلم من أفلام جاكي شان، والحقيقة جاكي شان كان ليه لقطات أيقونية جدا معلقة معايا أنا شخصيا من وأنا طفل صغير. أيقونة قبضة الأفعى مثلا. لا مش دي قبضة الهبلة مش الأفعى خالص. الحقيقة يعني بالنسبة لي بعزق من أعظم شخصيات الكبير وأعظم بكتير من دكتور إحنا بنقدم هلس، بس لا اللي قصد عليها هي قبضة الأفعى دي أو الفن القتالي للسكرانين. مان اللقطات دي كانت أيقونية جدا ومعلقة معايا جدا من طفولتي كمان. بس غير أفلام جاكي شان الأيقونية في أيقونة تانية برضو مرتبطة بجاكي شان وهي كرتون مغامرات جاكي شان. مساء الخير، معك فارس علي من اف اي شو، وده فيديو جديد من سلسلة فاكرين. سنة 2000 وفي أوج نجاح وعطاء جاكي شان تيجي شركة سوني بيكتشرز وتقرر إنها تنتج مسلسل أنيميشن مبني على شخصية جاكي شان، بس مش جاكي شان قوي يعني. إيه معنى الكلام ده؟ بص يا معلم، هي كلمة واحدة بس، المالتيفيرس. لأن المسلسل هنا مش مبني على شخصية جاكي شان الممثل المشهور وكده، لا خالص يا معلم. هنا جاكي شان هو عالم آثار بيعيش في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة هو وبنت أخوه جيد وعمه. المسلسل تم إنتاجه سنة 2000 بإجمالي 5 مواسم مستمرة لحد سنة 2005 وعدد حلقات 95 حلقة، وبعد كده اتعرض على قناة MBC 3 سنة 2006. بس إيه هي أحداث المسلسل؟ بتبدأ أحداث المسلسل مع عالم الآثار جاكي شان في قلعة قديمة في بافاريا، وهناك بيلاقي درع قديم محطوط جواه قطعة عليها رمز الديك، وفيما بعد بنكتشف إنها تعويذة قديمة عندها قوة خارقة، وهي واحدة من 12 تعويذة تانية كل واحدة فيهم ليها قوة مختلفة عن التانية. وبعدها بيقابل صاحبه القديم كابتن بلاك اللي عنده منظمة سرية اسمها القسم 13، وهدفهم انهم يمنعوا التعويذ دي من انها تقع في ايد منظمة اليد السوداء وقائدها فولموند، لان لو المنظمة جمعت القطع دول هتقدر تحيي الزعيم الاصلي بتاعها وهو التنين شيندو صاحب التعويذات الاصلي اللي كان بيحكم الصين. بس فيما بعد الناس انقلبوا عليه وحولوا قوته دي للتعويذات ال 12، والتعويذات دي هي الديك اللي بتدي قوة الطيران، وقدروا انهم يلاقوها في قلعة قديمة ببافاريا، والسور واللي كان بيدي قوة خارقة في الاصل كانت في معبد مكسيكي قديم، بس فيما بعد بقى مدمج في قناع التورو، والتعبان اللي بيدي قوة الاختفاء واللي في الاصل كانت في ممر سري في كهف قريب من نهر الامازون، بس جاكي لقاها في متحف، والارنب واللي بيدي قوة السرعة الفائقة واللي كانت موجودة في قوقعة سلحفاة في المحيط الهادي، والفار واللي عنده القوة انه يدي الحياة للحاجة الغير حية، والنمر واللي عنده القوة انه يقسم الشخص لاتنين بجوانب مختلفة، جانب ايجابي وجانب سلبي، حاجة كده لها علاقة باليين واليانج، وكل واحد منهم بيبقى معاه نص التعويذة وبيتجمعوا تاني لما يجمعوا التعويذة لقطعة واحدة ولقيوها في فطيرة، والتنين واللي بتدي قوة التحكم في النار ويلاقيوها في كهف بركاني، والحصان واللي عنده قوة شفاء وقادر على طرد الأرواح الغريبة من جسم الشخص ولقيوها جوه هيكل في جبل مش معروف له اسم، والخروف واللي بيدي قوة أشبه بالإسقاط النجمي وهي خروج الروح من الجسد والحركة كروح غير مرئية والدخول جوه أحلام الناس، ولقيوها في صندوق كان رايح لإسطنبول، والقرد واللي بيدي قوة تغيير الشكل ولقيوها في ميكرونيزيا، والكلب واللي بيدي قوة الحماية والحيوية والنشاط الكبير جدا واللي لقيوها في طاحونة في هولندا، واخر حاجة هي الخنزير واللي بيدي قوة الشعاع الحراري للعين. والموسم الاول كله كان بيدور حوالين مغامرات جاكي وجيد والعم، وايوه هو اسمه العم على حسب ما انا فاكر، اسمه الحقيقي ما اتقالش في المسلسل اصلا، وحتى وانا بدور في الفاندوم بتاعت المسلسل لقيتهم برضو مش عارفين اسمه، بس في الحقيقة يعني انا عارف اسمه ومش هقوله لك في الفيديو ده خالص، هقول في الفيديو شورت اللي هينزل بعدين. المهم يعني الموسم كله بيدور حوالين مغامراته في تجميع القطع ال 12 دول لحد ما في الاخر فولموند بيقدر انه يسرق الرموز دي ويديها لشيندو ويرجع شيندو لحالته الاصليه تاني. صح نسيت اقول لك ان توهرو في الموسم الاول كان واحد من عصابه اليد السوداء. المهم يعني ان في الاخر بيقدر جاكي بمساعده عمه انه يصنع له جرعه سحريه بتسمح لجاكي انه يخترق جسم شيندو ويخرج القطع ال 12 دول من جسمه ويرجع شيندو لحالته الاصليه ويودوه بعدها للعالم السفلي. وهنا يقرر توهرو انه يسيب منظمه اليد السوداء وينضم لجاكي وفريقه ويبقى تلميذ العم، والسبب اللي خلاه يعمل كده هو أجمد سبب موجود في الدنيا كلها. علمت أن قسمكم يقدم الحلوى يوم الخميس.
الموسم الثاني بيبدا باحداث فيلر عن الموسم الاول، تقدر تقول عليها حلقات كانت ملغيه من الموسم الاول فقرروا ان هم يعرضوها مع الموسم الثاني. بس المهم ان شندو كان موجود في العالم السفلي، وهناك بنعرف انه كان المفروض يرجع البفه الشريره بتاعته اللي هم اخواته للعالم تاني، بس هو ما عملش كده فبداوا يعذبوه. وهنا بيقول لهم ان عنده طريقه انه يرجعهم للعالم تاني، بس عشان هو روح من غير جسم فلازم يتلبس جسم حد معين، والحد ده هو جاكي، بس عن طريق الغلط بيلبس جسم فولمون وبيروح هو وعصابة اليد السوداء علشان ياخدوا صندوق بانكو، والصندوق ده هيخليهم يفتحوا بوابات الشياطين الثمانية ويحرروا الشلة بتاعة شيندو. هنا بيتصدى ليهم جاكي وجيد والعم وتهرو بمساعدة من التورو وفايبر، بس في الاخر عصابة اليد السوداء بتقدر انهم ياخدوا الصندوق ويهربوا بيه ويستخدموه عشان يكشفوا عن الخريطة اللي بتعرفهم اماكن البوابات الثمانية، منهم اللي كان في اليابان واسبانيا وكذا منطقة تانية، وكل ده وسط محاولات من جاكي وفريقه علشان يوقفوهم. وفي وسط الاحداث دي بنعرف ان شيندو والشله بتاعته حكموا العالم من الاف السنين وفسدوا وخربوا في الارض، بس في الاخر اتحبسوا بسبب نوع من القوى السحريه عن طريق 8 اسمهم الخالدين. المهم يعني ان اليد السوداء عرفت تفتح البوابات ويرجعوهم تاني للعالم، بس بيقدر جاكي انه يرجعهم تاني للعالم السفلي ويهزمهم، ودي بتبقى نهاية الموسم الثاني. وبالنسبة للموسم الثالث ففي الحقيقة يعني الموسم الثالث بالنسبة لي كان موسم سيء جدا. استنى عارف ان في ناس كتير قوي بتحب الموسم الثالث، بس في الحقيقة يعني احنا هنا وقعنا في فخ التكرار. ليه؟ تعال افهمك. الموسم الثالث عباره عن دالون وونغ، راجل شرير وكان في مشاكل بينه وبين عم جاك. المهم يعني الشخص ده بيقتحم القسم 13 ويحاول انه يسرق التعويذات ال 12 دول اللي هم الارنب والفار والليله دي كلها، فيقوم جاكي كحل اضطراري قدامه انه يدمر التعويذات دي، فالتعويذات دي تتفرق في العالم وتتجسد في مخلوقات من المخلوقات اللي على الرموز. يعني مثلا قوه الديك راحت وبقت موجوده عند ديك، وقوه النمر بقت عند نمر وكده. وقضينا الموسم الثالث كله بندور على المخلوقات دي بالظبط نفس الموسم الاول، بس الفرق هنا اننا بندور على مخلوقات مش رموز فيها تعويذه. وفي النهايه يحصل ايه بقى؟ يظهر شيندو ويضحك على دالون وونغ وياخد الرموز لنفسه، فيقوم العم قايل له التعويذه المتينه بتاعت كل مره ويتحجر شيندو والرموز ترجع حجر تاني لشكلها الطبيعي عادي جدا. عشان كده بالظبط انا ما بحبش الموسم الثالث اللي تقدر تعتبره كده ريميك للموسم الاول، اتزنقوا في موسم فقرروا يعملوا العبث ده وحشوا احداث وخلاص. فعشان كده هنسيبنا من الموسم الثالث ونروح للموسم الرابع، والحقيقه يعني ده الموسم المفضل بالنسبه لي، لان الموسم ده اتقدم لنا فيه شرير جديد بعيد عن شيندو بنظام قوه جديد بعيد عن الرموز والتعويذ، وفي نفس الوقت برضه قدموا لنا تلميح جامد عن الموسم الخامس والشرير الموسم الخامس، وده اللي هنعرفه. بس المهم الموسم الرابع بيبدا بدالون وونغ وهو في السجن وبيحاول انه يهرب هو ومنظمه اليد السوداء عن طريق واحده من التعويذ بتاعته، وبالخطا بيقدر انه يستدعي تراكودو ملك الشادوخان، هو شخص حكم العالم من قديم الزمن مع 9 من الجنرالات بتوعه واللي اسمهم الاوني، بس فيما بعد اتحبست قوتهم في 9 اقنعه، كل قناع منهم بيحتوي على قوه واحد منهم. وبيبدا تراكودو رحلته عشان يحرر الجنرالات بتوعه بمساعده الثلاثه العبط دول اللي بيستغلوهم اي شرير جديد بيظهر في المسلسل. بيقدر تراكودو انه يرجع جزء من الجنرالات بتوعه في جسم ناس عاديين بيلبسوا الاقنعه، بس في الاخر بيقدر جاكي انه يجمع الاقنعه ال9 دول كلهم وبيحطهم مع بعض في مكان واحد. وهنا كانت المشكله، عشان جاكي ما كانش يعرف انه لو ال9 اقنعه دول اتجمعوا في مكان واحد هيتم استدعاء الجنرالات ال9 تاني وهيرجعوا للعالم، ورجعوا وبداوا يدمروا في العالم فعلا. وهنا كان لازم جاكي وفريقه يحلوا الموضوع ده، وراحوا عشان يهزموا تراكودو بما انه القائد بتاعهم، وهزيمته معناها هزيمه الجنرالات ال9 التانيين، وفعلا بيقدروا يهزموا تراكودو ويحبسوه جوه القناع بتاعه. وبعدها بما ان تراكودو اتهزم فالجنرالات ال9 برضه اتهزموا. بس هو ايه هو تلميح الموسم الخامس؟ بص يا معلم، في الحلقه ال11 بيظهر لنا المستقبل، وفي المستقبل جيد بتبقى مسؤولة في القسم 13، وبيظهر لنا برضو دراجو ابن شيندو من المستقبل اللي رجع للماضي عشان كان عنده طريقة يحرر بيها ابوه، بس اتهزم واتحبس في القسم 13، وهنا بيوعدهم انه هينتقم. نروح بقى للموسم الخامس اللي بيقدر فيه دراجو انه يهرب من القسم 13 ويروح يجند مين بقى؟ بالظبط هم الثلاثة العبط بتوع منظمة اليد السوداء، ويبدأ يدور على الآثار اللي استخدموها ال8 الخالدين زمان عشان يحبسوا قوة اخوات شيندو،
وياخد هو القوة دي لنفسه. وكالعادة بعد أحداث كتير بيقدر دراجو إنه ياخد القوة دي لنفسه، وما كانش فيه حد قادر على إيقافه نهائي. وهنا بيقرروا إنهم يلجأوا لشيندو إنه يوقف ابنه. في البداية شيندو كان رافض الموضوع ده وكان فخور قوي بابنه، وبيقول إنه هيبقى سعيد قوي لو ابنه دمر الأرض. بس بيفتكر بعدها إن ابنه خانه، وإنه المفروض كان يبقى هنا عشان يحرره ومش ياخد القوة لنفسه. فيقرر إنه يوافق على طلبهم، وتبدأ معركة بين شيندو ودراجو. وفي الوقت ده كان العم وتهرو بيحضروا تعويذة علشان ينفوا دراجو للعالم السفلي. وقبل ما دراجو يقع ويروح للعالم السفلي بيقعد يستنجد ويستعطف ابوه شيندو علشان ينقذه، وفعلا بيضعف شيندو لابنه. ولما بيروح ويحاول يساعده بيشد دراجو ويرميه هو في الحفرة بتاعة العالم السفلي. وهنا بيمسكوا شيندو من ديله وبياخده معاه للعالم السفلي. وبينتهي امر دراجو وشيندو ويبداوا الناس في الاحتفالات. وكابتن بلاك بيقول لجيت انها هتبقى عميلة في القسم 13، والعم بيقول لتهرو انه رسميا بقى معالجة شي. وجاكي بيرجع لشغله الاصلي كعالم اسرار. وبس هي دي نهاية قصة مغامرات جاكي شان. اعتقد ان مفيش حاجة تانية ممكن نقولها عن الكرتون ده، والحقيقة يعني كان كرتون مميز جدا، قصة جديدة مبنية على شخصية معروفة. ومش عارف الحقيقة اذا كان في اعمال تانية مبنية على حاجة زي دي ولا لا، غير كرتون مستر بين طبعا، ده لان مستر بين مش شخصية الممثل الحقيقي. بس لو هنصنف ترتيب الاجزاء، وده انا هطلبه ان انت تقوله تحت في الكومنتات، لان بالنسبة لي كان الموسم الاول والرابع مع بعض في نفس المكانة، يجي بعدهم الموسم الخامس والتاني، واخيرا يعني الموسم الثالث بالنسبه لي كان سيء جدا. الشيء الوحيد اللي يشفع للموسم الثالث هي افيهات العم، بس غير كده مفيش حرفيا. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت وصلت لحد هنا فتمنى منك دقيقه من وقتك تدعي فيها لاخواتنا في فلسطين، ولو تقدر تتبرع او تساهم باي حاجه ما تتاخرش في ده. وبس اشوفك في الفيديو الجاي يوم الاثنين الجاي. سلام.